لو ايلين اتكلمت في السن اللي هي فيه ده وقالت لي ماما كلي سمك مش هاكل، هفرح بكلامها بس مش هاكل. صباح الجمال يا لولي. اهي عايزه والله سمك. افتح بقه افتح بقه شاطر. لا عجبها والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. قبل ما ابدا فيديو النهارده ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك. النهارده يا جماعه احنا قررنا نعزم نفسنا عند اهلي، تمام؟ هم اهلي مش عارفين ان احنا جايين، بس احنا قررنا نعزم نفسنا على الفطار عندهم. احمد عمال يتصل بيهم من بدري ومحدش فيهم بيرد خالص، وهم ما يعرفوش اصلا ان احنا جايين النهارده ولا عاملين حسابنا في الفطار، فاحنا هنطب عليهم كده ويلا بقى يعني بالحب. لولي مساء الخير، الساعه 6:30 فاضل على الفطار 5 دقايق، تفتكر هنلحق يا لولي؟ انت بتبصي فين؟ انت كده او كده مش فارقه معاكي لان انت فتره، احنا صايمين فارق معانا. عشان كده خدنا معانا شويه حاجات نفطر بيهم في الطريق، وخدنا كمان شويه غيارات لينا والايلاند في الشنط دي، عشان انتوا عارفين ان بعد الفطار على طول بيبقى فيه حظر، تمام؟ فاحنا ممكن احتمال ما نلحقش نرجع، فخدنا هدوم معانا عشان احتمال نبات معاهم هناك لو ما لحقناش نرجع. الحظر يا جماعه بيبقى بعد الفطار مباشره، فخوفنا بصراحه نرجع بعد الفطار فيكون ميعاد الحظر جه فما نعرفش نمشي في الشارع، فقلنا لما ناخد شويه لبس معانا عشان لو ما لحقناش نرجع نغير هدومنا ونبات هناك. لولي يا جماعه بقالها كتير ما بتنزلش من البيت، فاخيرا هتخرج النهارده بقى، بس هي رايحه من بيت لبيت فما تعتبرش خروجه، صح؟ اه طبعا. هاي إيلي. الاذان اذن علينا يا جماعه واحنا بص في الشارع اهو. نفطري بيبسي يا زينب؟ انا عطشانه على فكره، لعلمك انا عطشانه اكتر ما انا جعانه، يعني انا عايزه اشرب اي حاجه، هي دي الفكره، فاهم؟ هنفطر بقى يا جماعه دلوقتي بشويه عصاير وبشويه حاجات كده لحد ما نوصل لهم هناك البيت ونشوف عاملين اكل ايه. مال القمر. لا خلاص ما بقتش اتاثر معاك. تعرفي دلوقتي ان احنا رايحين للشخص اللي هو بيغني لك الاغنيه دي؟ هاي إيلي. هاي هاي إيلي. هاي يا بنت اضحكي. هاي إيلي. بص زينب يا جماعه تحسي انسان آلي بيكلمها والله. والله بتضحك لما بعملها لما انت بتشوف. وصلنا عند ماما دلوقتي ومحدش عارف احنا جايين اصلا. لولي نامت مننا في الطريق. هاي جنة. بصي يا زينب وانا شامم ريحه شمها، هي دي الريحه اللي انا كنت شاممها. انا عارف. خدي يا زينب خدي بس. هتفطري سمك؟ لا انا اصلا ما كنتش صايمه، انا فاطره اساسا واكله الحمد لله قبل. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان انا ما بحبش السمك، ما بحبش اسمه بس بيصدعني، فانا داخله هنا البيت وشامه ريحته فحاسه ان انا هيغمى عليا اساسا. اطلب لك ايه طب تفطري طيب؟ مش عايزه حاجه خلاص نفسي تسدد. خلاص بقى ما تعيطيش، طلبت لك اكل من بره. شايفني بعيط؟ ما تعيطيش بقى خلاص بقى. انا قرفانه من ريحه السمك قوي. هجيب لك اكل من بره. انا عايزه امشي. طب ما تاكلي معايا يا عم اسكت بقى خليني ساكته. ده جدو. مش انت عارفه جدو؟ ده اللي بيغني لك مال القمر ماله. وعارفه كمان جنه صح؟ جنه نديلها كده تعالي خديها كده. لولي طب بصي لي طيب اي حاجه. ده حكيها. بصوا عايزه جنه يا جماعه بصوا. بابا هي دي ايلين ولا كارمن؟ طبعا ايلين. يا لولي هوبا. ايه ده انت جايب ايه؟ ده جايب ايه؟ اوعى تقول لي سمك برضه. سمك برضه؟ وجايب شوربه. هو النهارده ايه عيد السمك ولا ايه؟ عايز ايه؟ وايه اللي تحت دي؟ شوربه سي فود. كراميلا. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ايه ده؟ بصي يا عم. ايه اللي انت عاملاه ده ها؟ ايه ده بقى؟ ايه ده؟ مال القمر ماله. هو اللي بيضربني على عز يا ربي يا الكدبيه يا ربي. هو اللي بيضربني. محمد هو ايه اللي انتوا عاملينه في بنتكم ده؟ يا جماعه يا كارمن شبه محمد، هات كده وشها. ايوه بص لي هنا، انت شبه محمد. ايه اللي انت عامله في شعرك ده؟ انا مستغربك. تبص على الكاميرا وبعدين تودي وشك الناحيه الثانيه يعني؟ كده بتتكسف يعني ولا ايه؟ بتتكسب. بص بتدور عليا. انا هو. انا بالنسبه لي يا جماعه بعشق الرز والسمك فهاكلهم عادي، وجبنا لزينب شويه طرب كده وكفته تاكلهم. يا جماعه ايلين هتاكل الاكل اللي زينب ما بتاكلوش. بصوا يا جماعه حاطين لها شويه رز على سمك وانا اكل رز على سمك. مين هياكل ايلين رز على سمك؟ مش انا. ليه؟ ابدا. ليه؟ شيل صوابعي بعد ما اخلص لو اكلتها. تفتكري بنتك هتطلع ما بتحبش السمك زيك؟ بص هو انا ما احبش ان هي تبقى حاجه زي كده، انا اتمنى ان هي تكون بتحبه وتاكله لان هو فيه فوائد كتير ومفيد كتير وهيفيدها كتير. هتدوق السمك يا لولي؟ ياسمين جت يا جماعه عشان تاكل ايلين عشان زينب ما بتحبش السمك خالص ولا بتطيقه نهائي، فياسمين هي اللي هتاكل. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وحشتوني جدا جدا جدا. هتاكل ايلين ايه؟ هاكلها سمك لاول مره. ايه ده يا بنت ياسمين وين وشك كده؟ انت لك نمش ولا ايه؟ انت عندك نمش؟ صباح الجمال يا لولي، ايه رايك؟ اهي عايزه والله سمك. افتح بقه شاطر. لا عجبها والله. والله مش هكمل. عجبها والله عجبها. عملت ازاي؟ لا والله عملت كده. لولا اعمليها كده والله عملت كده. طب من دوق سمك لوحده. سمك لوحده. خدي افتحي بقى. وريني اهو. بصي بتقول لك اكل ولا لا؟ يعني تقبل، بس والله العظيم عملت كده اول ما اكلته. بص يا جماعه والله عجبها اهو.
اهو والله انبسطت بيه وعادي اهي. عشان السمك بس والله مفيد. عملت رياكشن السمك غريب. مفيد يا لولي، مش عايزين نعمل زي ماما يا جماعه. عشان السمك مفيد لازم تاكلوا كل اطفالكم السمك. السمك مفيد جدا جدا للعظم. السمك ده يا ايلين فيه بروتين، فبعد اذنك كليه. تعملي زي مامي. ايوه سيبك من ما ماما. تعمليش بصي زي بصي ماما. ماما عامله ازاي، يا ماما. عندها انيميا فمالناش دعوه بيها. كل السمك انت يا حبيبتي عشان ايه تبقي كده حلوه يعني. تعرفي يا زينب اللي انت فيه ده من قله اكل السمك؟ لا مش ده اللي انا فيه، لان السمك فيه بروتين. هو ايه اللي انت فيه اصلا؟ ما اعرفش. انت بتقول اي كلام وخلاص. بس ان انت يعني عموماً- صغيره، ان انت عموماً المفروض متجوزه اه. والمفروض حامل والمفروض عندك طفله وصغيره، فده سببه ايه؟ سببه ان انت ما بتاكليش سمك. لا سببه ان انا جسمي بيحرق بسرعه، جسم جميل زي القمر فحلو يعني. بيحرق ايه يا انيميا؟ بابا نعم. المفروض ايلين تاكل سمك ولا تعمل زي زينب وتبقى ما بتحبش السمك وما تاكلوش؟ لا تاكل كل حاجه ان شاء الله. مش السمك ده مفيد؟ مفيد طبعا. ايه الفايده بقى اللي فيه؟ اعرف انه مفيد. انت عارف ان هو مفيد بس مش عارف ايه الفايده. ما اعرفش والله، ما قالوا ان هم مفيد فانا قلت مفيد وخلاص. يلا الحمد لله شكرا. هتاخدي السمكيه دي يا زينب كده تظرفيها في بقك. والله العظيم مش هيحصل. لو عملت ايه؟ لو ايلين اتكلمت في السن اللي هي فيه ده وقالت لي ماما كلي سمك مش هاكل، هفرح بكلامها بس مش هاكل. انت مبسوطه بالسمك صح؟ وعايزه الطبق كمان، عايزه الطبق، عايزه العب بالطبق عايزه ايه؟ هوبا اهو بصوا هي عايزه هي اللي تاكل. سيبي لها الطبق كده. يا لهوي لو سابت الطبق. سيبي بس الطبق شوفي هتعمل ايه. هتبهدل نفسها، هتبهدل وهنا كده نفسها. هتعملي ايه؟ خدي يا لولي. اهي سيبيها اهي والله طيبه اهي. طب اكليها اديها في بقها. يلا هوبا. ايه الجميله اللي بتحب السمك مش زي زينب الوحشه اللي ما بتحبش السمك. شاطره يا لولي شاطره. سقفلها يا بت. شايفه وشك نور ازاي لما اكلت السمك؟ لا ايه؟ لا وشك نور لما اكلت السمك على فكره. بعد كده كلي سمك كتير بقى ماشي؟ كل ده عشان سمكه وانت صغيره دخلت في رجلك؟ لا انا ما بحبوش. ايوه ما عشان السمكه دخلت في رجلك وانت صغيره. مش مشكلتي برضو دي، انا ما بحبوش. الساعه الوقت يا جماعه 9:15 وزينب لسه فاكره تفطر. السمك مقرفني جدا طبعا. استنيت لما الريحه راحت خالص والدنيا هديت ودماغي هديت، ومش باكله كده بس، ده انا حاطه سلطه وسلطه طحينه وميه سلطه عشان اعرف اكل. طبعا بما ان زينب ما بتحبش يا جماعه السمك فجايبين لها لوحدها كفته وطرب كده عشان هي ما بتحبش السمك. عماله تلغ بقى بصوا وسلطه وبيبسي وخربت الدنيا. ايه ده يا زينب؟ ايه ده؟ عصير ايه ده؟ انا بتسحر مش بفطر المفروض كده. ايه ده؟ استنى عصير ايه ده اللي انت تشربيه مع الاكل ده؟ ده عصير ميه سلطه عشان ابلع. جايبين لايلين يا جماعه ارجوزات. جالنا اسمهم ايه دول؟ مش عارفه بس انا طب لعبيها مسميهم كده. زغلول. لعبيها كده. بصوا التانية مبسوطة. بصوا السفلة. جايبين لها كمان يا جماعة بتاعها حلوة جدا، بس على ما اعتقد زينب هي اللي هتلعب بدي، صح يا زينب؟ اها. بصوا بقى البتاعة دي بتعمل ازاي. تروح دايسين عليها كده وسايبينها تروح ماشية كده. ايه رأيك يا زينب في التفاهة دي؟ بحبها قوي. صباح الجمال يا لولي. ترمي دي وتاخد دي. سابت كل حاجة راحت واخدة دي. طب استنوا كده لو خدناها منها. امسكي. لو خدناها منها تاني. ايه مش هديها لك. خدي ايه. طب ناخدها منها كمان مرة. بس سيبي. خلاص انا اسف العافية. خلاص انا اسف. بقول لك ايه، تحس ان احنا اللي ولادها بتزعلنا احنا، والله بتزعلنا يا جماعه، بتعلمنا الادب. وجايبين لها يا جماعة زمزمية للمية لونها بينك زي ما انتم شايفين كده. بس البتاعة دي بقى اللي هتجنن زينب. الله دي حلوه قوي. العبي هبل. انت فاهمة؟ بشجعها. بصوا يا جماعه جابوا لها شويه توك حلوين قوي 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 قوي، وهدوم حلوه قوي قوي قوي، بصوا يا جماعة وحاجات جايبين كتير ايه بقى؟ بصراحه يعني. جايبين فرشه دايرة، ومش فرشة ومش. طقم. انا دي عجبتني. عارف دي عجبتني ليه؟ ليه بقى؟ لان دي اصلا يعني المفروض ان هي اسمها ايه؟ بافيتا. لان دي بافيتا تمام، بس بافيتا يعني بكم كأنها لابسه طقم. تلبس كده تروح مدخله ايديها هنا يعني تلغوص تعمل ان شاء الله تقعد في الارض وتقلب الدنيا عادي. دول شويه كيوك كده اركنيهم على جنب. وبص طقم الاطباق ده طقم اطباق يا جماعه عشان لولي تبتدي تاكل لوحدها بقى بعد كده. بس الشراب ده شراب وريني كده. بصوا يا جماعه الشراب البينك ده ومنوعين بقى يا جماعه وجايبين منهم الوان مختلفه. ده طقم معالق تمام للاطفال حلو قوي. احلى حاجه فيه ان هم بيقولوا لي ان هو لو مثلا الاكل سخن عليها قوي لون المعلقه بيتغير، فمعنى ان لون المعلقه يتغير وهي في الاكل يعني سخن عليها، لو ما اتغيرش تاكل عادي، فدي احلى حاجه بدل ما افضل ادوق انا. ودي المفروض حافظه اكل، يعني انا لو رايحه بيها مشوار او كده وعايزه اخد لها اكل بحط لها فيها الاكل بتاعها وباكلها وانا في الشارع وعادي. بصوا يا جماعه الطقم ده جميل قوي حلو جدا. بما ان ايلين يا جماعه بتحب التصوير فجايبين لها طقم عليه كاميرا.
وده كده طقم الفلنات اللي هي الفلنات الحمالات، تمام، اللي هي الحمالات الرفيعه، شكلها حلو قوي، الوانهم جميله. دي بقى يا جماعه يعني بالنسبه لي اكتر حاجه مهمه وفرحت بيها قوي قوي. ليه بقى؟ لان دي هتنفع ايلين الفتره الجايه، هتنفع ايلين الفتره الجايه، لان عشان هي بقت تحدف نفسها لورا. بتحدف نفسها لورا يا جماعه بصوا تلبسها كده زي زي الطفل ده كده، تحمي راسها براحتها بقى، تحمي راسها بقى، تحدف نفسها لورا، تحدف نفسها من اي حته، المهم هتبقى يعني راسها محميه. وظهرها، بص هي جايبه من ظهرها براسها. ما انا بقول لك، ما راسها وظهرها تحميها بقى، يعني اللي هي اصلا بتبقى قاعده في بيت الكور وبص تلاقيها عملت كده. انت انت اللي هتلبسيها دي، مش اللي انت اللي هتلبسيها دي. فانا بعمل ايه في بيت الكور؟ كنت بحط لها عروسه كده عامله زي المخده كبيره، بحيث ان هي لو رجعت ترجع عليها، فانا مش محتاجه احط لها عروسه البسها دي وشكرا على كده خلاص، واسيبها وانا مطمنه. بس يا جماعه دي حلوه قوي، دي بتاعت لولي، تمام، فشكلها كيوت قوي ولون شعرها جميل، كلها جميله. انا هلعب بيها بقى، بصوا يلا 1 2 3. هوبا. دي زينب التافهه، استني خليكي هناك وابعتها لك. يلا هوبا. انا بعتها لك. ابعتيها يلا يا هبله، ابعتيها. يلا. هوبا. انت اتجننتي خلاص يا زينب. طبعا يا جماعه احنا فطرنا النهارده لوحدنا لما جينا عند ماما، لان هم ما كانوش عارفين ان احنا جايين وفطروا قبلنا بكتير، واحنا جينا بعد الفطار بحبه، فطبعا احنا فطرنا لوحدنا، او انا اللي فطرت لوحدي، وبعد كده زينب فطرت لوحدها بعديه بكتير، لان زينب طبعا ما بتحبش السمك. زينب اول يا جماعه ما دخلت البيت وشمت ريحه السمك كانت هتخرج تاني والله، كانت هترجع البيت. بس انا حاولت كده اقنعها ان انا هطلب لها اكل من بره، والله طلبت لها اكل في ربع ساعه كان وصل، بس هي ما رضتش تاكله في ساعتها، قعدت تقول انا قرفانه ومش قادره اكل دلوقتي، استنى عليا شويه بس عشان ريحه السمك تهدى وبعدين اكل. وفضلت مستنيه لحد ما شغلنا كل شفاطات الشقه لحد ما ريحه السمك خرجت وبعدين ابتدت تاكل. انت هتعمل ايه يا محمد دلوقتي؟ هلاعبهم بالاراجوز. انت عايز الاراجوز وانت عايز الاراجوز؟ ازيك يا ايلين؟ عامله ايه؟ ايوه يا عم انت يا ايلين، دي حبيبتي انا. لا دي حبيبتي انا اللي حبيبها وهبوسها كمان. يا عم انت اوعى، والله العظيم يوم ما تيجي جنبها تاني هيبقى ليلتك سودا، فاهم؟ سلمي عليا، بقول لك سلمي. خلاص بس هي زعلت مني ولا ايه؟ مش قلت لك هي مش طايقاك؟ غور بقى لحسن اضربك على وشك، غور. ماشي يا كرم. لا يا ايلين سوري. كراميلا انت مالك عامله كده ليه؟ فكيتي الزعرورتين اللي انت كنت عاملاهم؟ بقول لك امشي بقى يا عم. بس انا لقيت حبيبتي كارمن حبيبه قلبي وروحي وعقلي. ازيك يا بت؟ انت يا بت يا كارمن، يا بت سلمي عليا، هو انا ما هشتكيش ولا اي اندهاش ولا معبرات. بص هي خافت مني ولا ايه؟ تقريبا ما طايتش اصلا. ده انا امشي بقى على كده. امشي يا محمد، بس كفايه عليك كده. معلش يا بنت معلش، ابوك نعمل له ايه طيب؟ ايه ليه؟ مالك في ايه؟ عايز امسكه. عايزاني؟ تعالي. ماشي هاخدك دلوقتي، اصبري. ورجعنا تاني لغرفتنا الجميله يا زوزي. وحشتك؟ قد ايه؟ مش قوي يعني بصراحه. طب ايه، طب نقعد هنا كتير ولا نروح نرجع الفيلا؟ لا احنا نروح نطعم ايلان ان شاء الله ونرجع فيلتنا الجميله عشان ما تزعلش مننا. تعرف ان انت اصلا كنت بتقعدي معانا في الاوضه دي؟ انت فاكراها ولا لا؟ قعدنا هنا كتير جدا، انت فاكره كده ولا لا؟ وبكده يا جماعه فيديو النهارده انتهى، ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو دوت ل 200,000 لايك. كنت مبسوط بيك يا لولي النهارده وانت بتاكلي سمك. والله انت بصلي كده ليه؟ بصي للناس كده وقول لهم ازيكم عاملين ايه؟ قول لهم طب يشتركوا في القناه او يفعلوا الجرس او يعملوا لايك الفيديو ده، يا ريت تقولي لهم. طيب يا جماعه وبكده يكون فيديو النهارده انتهى، بنحبكم جدا ولاف يو كتير قوي، واخر حاجه تحبوا نقول لهم ايه انا وانت يا زينب؟ سلام. لولي قول لهم سلام. مش هتقولي سلام يعني؟ براحتك ما تقوليش.